يا صباح الفل يا شبابنا، عاملين ايه؟ 8 خلص بالظبط من اول يوم، في 9 اديتها مطر والسيول وما رحمتهاش بقى، وابتدينا ننتقل ونلبس جاكيت. بصوا بقى يا شباب، النهارده ان شاء الله انا عايز اكلمكم عن عقود العمل. عقود العمل دي الناس اللي عايشه في ايطاليا واتوافق عليهم ان هم مثلا هيشتغلوا مع شركه، والشركه قالت لهم احنا موافقين عليكم وتعالوا نمضي العقد. مش العقود اللي ايطاليا مثلا بتقول احنا طالبين كذا وعايز اعملها من بره، لا، انا بتكلم على عقود مع الشركات، الناس اللي عايشه في ايطاليا. فالفيديو ده هيكون مهم جدا وهيفيدك، حتى لو انت لسه ما جيتش ايطاليا هيفيدك ويعلمك لقدام، عشان انت لو جيت ايطاليا في يوم من الايام تبقى واخد بالك من النقطه دي، لانها نقطه وبتحصل بسببها مشاكل كتير جدا وبتخسر فيها كل حاجه. فلو انت مهتم بقى بموضوع عقود العمل ده، تابع الفيديو من بدايته لنهايته. يلا بينا. اولا انت ممكن تكلم شركه مثلا، وقدمت في شركه شغل والشركه وافقت عليك وقالوا لك تعالى يا سيدي نعمل مقابله. فانت هتروح لهم تعملوا مقابله وبتاع، تتكلم معاهم، يقولوا لك والله احنا عايزينك تشتغل 8 ساعات في اليوم وليك يوم اجازه في الاسبوع. فانت مستني منهم الرد بعد المقابله دي. فهم مثلا بعتوا لك وقالوا لك احنا موافقين عليك، يلا عشان نمضي العقد، وهيبعتوا لك العقد. خلي بالك ان العقد في الغالب كده هيجي لك على الواتس، يعني فاهم، هم بيكلموك وهم معاهم رقمك، هيبعتوا لك على الواتس العقد، تروح انت طابعه وماضي ومدخله الطباعه تاني وبعته لهم على الواتس، فالشغل الPDF والكلام ده. فانت جيت تبص في العقد ده، لقيت فيه ان انت هتشتغل 20 ساعه بس في الاسبوع. فاللي هو اصلا في المقابله قالوا لك حاجه مختلفه، قالوا لك احنا عايزينك 8 ساعات في اليوم، والعقد مكتوب فيه 20 ساعه في الاسبوع. معناها ان انت هتشتغل اكتر من ضعف اللي موجود في العقد. وطبعا عندك يوم اجازه في الاسبوع، وعندك ساعه راحه، اللي هو مثلا هتخش الشغل الساعه 8 الصبح هتخلص الساعه 5. هتيجي تقول لي طب ما هو من 8 ل 5 9 ساعات. اقول لك انت عندك ساعه راحه، الساعه دي غير مدفوعه الاجر، يعني انت شغال كانك اشتغلت من 8 لحد 4 ال8 ساعات بتوعك، لكن انت خدت ساعه راحه. الساعه دي الشركه مش هتدفع لك عليها حاجه، لانك انت قعدت تريح بمزاجك، وانت راجل تعبت من الشغل فقعدت تريح، الشركه مش هتديك عليها جنيه. تاني حاجه، يوم الاجازه بتاع الاسبوع الشركه برضو مش هتدفع لك حاجه، ده النظام الموجود. يعني يوم راحتك، لو انت عايز تشتغل وهتاخد فلوس، مش عايز تشتغل او نفسك تريح يوم في الاسبوع تشوف في اسرتك وبتاع وتريح جسمك وتجيب بقى مشترياتك من اكل وشرب للاسبوع كله، فالشركه كده كده مش هتدفع لك عليه حاجه غير لو رحت واشتغلت. نيجي بقى للنقطه الاهم من ده كله، وهو العقد مكتوب فيه 20 ساعه وهم قالوا لك هتشتغل 8 ساعات. اولا هم يقولوا لك ايه؟ هيقولوا لك العقد فيه 20 ساعه ولكن الباقي ده احنا هندفعه لك كده من تحت الترابيزه، او بمعنى صح زي اوفر تايم، كانك اشتغلت اوفر تايم، او بالطلب، ان احنا طلبناك وطلبنا منك، قلنا لك والله لازم عايزينك محتاجينك تقعد معانا فبندفعها لك. فخلي بالك، عشان حتى الشركات الايطاليه، مش بتكلم بقى على الشركات الصغيره كمان، ده انا بقول لك ممكن شركات ايطاليه كبيره تعمل معاك الحركه القرعه دي. راح انت تقول لهم والله انا موافق، ويقولوا لك مثلا الساعه مثلا ب6 يورو، احنا هنديها لك 7.5 8 يورو الساعات الخارجيه عن عدد الساعات الموجوده في العقد. فانت بقى هتقول والله ده 100 100، ده مكسب ليا، ده انا فراخ الجمعيه، انت فاهم، وهتعمل بقى وهتنبسط وتزعطر. فممكن يا الشركه تلعب معاك لعبه حلوه، انت هتشتغل اللي هم قالوا لك عليه، لكن العقد 20 ساعه. فتيجي انت راجل يا مسكين بعد ما اتنفخت طول الشهر، تيجي تبص في المرتب بتاعك تلاقي مرتبك على قد ال20 ساعه، ما تلاقيش اكتر من كده. طب يا جدعان عرقي وشقاي، ده انا اشتغلت اكتر من ضعف الساعات بتاعه العقد. يقولوا لك روح اخبط دماغك في الحيطه على طول، روح ارشق دماغك، بص شايف اقرب حيطه كده، روح ارشق دماغك فيها. بقى تقول والله ما انا سايب حقي واروح اشتكيهم، ده شركه بقى، ده انا اروح اشتكيهم واخد تعويض. هتروح تشتكيهم برضه هيروحوا هناك يقولوا لك شايف الحيطه اللي قدامك دي، اخبط دماغك في نفس الحيطه. ليه بقى؟ عشان هم معاهم العقد، هم الكسبانين من الاخر يعني. ليه؟ انت مضيت بامضتك على عقد فيه 20 ساعه. هيقولوا والله هو اشتغل قعد اكتر من غير ما يعرفنا، هو قعد بتاع، هو عايز يشتغل اكتر، هو راجل مجتهد في الشغل، بس احنا عقدنا كده. انت في الاول وفي الاخر هتروح ترشق دماغك في الحيطه، في نفس الحيطه برضه، عشان خاطر انت اشتغلت اكتر من العقد. ففي شركات ممكن تدفع لك فعلا، وفي شركات تقول لك روح اخبط دماغك في الحيطه فعلا يعني. وشركات كبيره وناس كتير اشتكت من شركات ايطاليه ضخمه عملت معاها الحركات دي، بيشتغلوا اكتر من اللي موجود في العقد، يمكن اكتر من الضعف كمان، ممكن مرة ونص يعني، فاهم.
فانت دلوقتي المفروض عليك تعمل ايه؟ المفروض عليك، هم قالوا لك كلمه والعقد طلع فيه حاجه تانية، انت احسن حاجه تعملها عشان تريح دماغك اشتغل بالعقد. هيقولوا لك احنا محتاجين، قول لهم انا مش هشتغل غير بالعقد، انا عايز اشتغل بالعقد، انا العقد موجود في كده، اصلا انا عندي شغل تاني. اطلع لهم بص باي خازوق واي حاجه، اقول لهم انا عندي شغل تاني، عندي مصالح تانية بقضيها، انا ما اقدرش، انت فاهم اي حاجه، انت فاهم. اهم حاجه ما تشتغلش او ما تحاولش انك تشتغل بحاجه غير العقد بتاعك، عشان ما تلبسش في الحيطه ومجهودك اللي انت قعدت عليه الشهر كله مفحوط، وانت راجل يعني فاهم اتنفخت بما فيه الضمير، ويجي عرقك يتاكل عليك. وانا بقول لك في شركات كمان كبيره بتعمل الحركات دي، مش بقول لك بقى ممكن عرب يعملوها معاك او شركات صغيره او واحد مثلا رحت تشتغل معاه، ده بقول لك ممكن شركات كبيره وناس اشتكت من شركات كبيره بتعمل الحركه دي. فانت خلي بالك، حاول تلتزم بالعقد. عندك يوم مثلا في الاسبوع، عندك راحه في اليوم مثلا في الشغل بتاعك، عندك راحه مثلا نص ساعه ساعه، امشي على العقد بتاعك، انت فاهم، عشان ما تقعش في اي مأزق وتلاقي نفسك لابس في اوحش حيطه ممكن تلبسها في حياتك. يا ريت يا شباب ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. يا ريت تشارك الفيديو ده عشان ننشر الوعي والتفكير للناس، عشان ما يقعوش في اي مشكله خالص. اشوفكم على خير.